حول هذه المباراة. خليكم ويانا. المنتخب قدم مستوى جميل بهاي البطولة، وكان يعني مستوى أكثر من رائع. يعني بالنسبة لفترة إعداده كانت قليلة، بس الشباب ما قصروا بهاي البطولة. يعني خسارتهم ويا منتخب الكوري كانت شوية هم أخطاء، ونقدر نقول هم المدرب شوية تبديلات كانت عدة شوية مو كلش صحيحة. بس إن شاء الله بهاي المباراة ويا المنتخب الإماراتي يقدمون مستوى أحسن، وإن شاء الله أنا متفائل إنه بالنتيجة 1-0 2-0 إن شاء الله للمنتخب العراقي. واحنا ان شاء الله ويا المنتخب، وهم حتى اذا خسروا ويا المنتخب الاماراتي فهم قدموا مستوى كلش رائع كلش رائع. الشباب ما قصروا كلش. احنا ان شاء الله نشكر الشباب على كل شيء قدموه. طبعا الشعب العراقي كله فرحان بهذا ادائهم ومستوى، وحتى اذا كانوا هم خسروا فاحنا نشكرهم على جهودهم الطيبه اللي قدموها وهذا الانجاز الرائع وما قصروا. توقعات المباراه يعني ان شاء الله الفوز العراقي، والشباب ما قصروا. يعني شوي صارت اخطاء تبديلات، الحارس اخطاء، خسرنا ويا كوريا، بس ان شاء الله ويا المنتخب الاماراتي نحقق الافضل. والله صعب، توقع صعب يعني، بس ان شاء الله 1-0 2-0. المنتخب الاماراتي قوي، ادى بهاي البطوله اداء جيد ايضا، وان شاء الله يتوفق راضي شنيشن. والله ما قصروا ابطال، خاصه يونس يعني بدون نادي ما قصروا. والله المنتخب العراقي قدم صورة أفضل ما شفناها ببطولة الخليج، والدليل على ذلك إنه احنا وصلنا مربع ذهبي، يعني تجاوزنا إيران اللي هو حلمنا احنا نغلب إيران. الحمد لله شكرا، يعني قدمنا أفضل صورة يعني عن بطولة الخليج هاي وقبلها، وبطولة تصفيات كأس العالم اللي خسرنا بيها وطلعنا. يعني الحمد لله وصلنا خوش مرحله، وان شاء الله جايات افضل ان شاء الله. يعني غدا لعبتنا الامارات ان شاء الله نحقق الفوز، حتى لو يعني نتيجه 1-0 كلش تكفيني، ناخذ الثار اللي غلبوني بالخليج. والله عاشت ايدك ما قصرت وفاجاتونا كلش. طبعا اداء المنتخب كلش عالي وجيد، واتمنى لهم الفوز امام الامارات، بس شنو يعني يركزون على الاخطاء اللي سبقت باللعبات السابقه، هذا اللي نريده بس. واملنا بيونس ان شاء الله قول على الامارات، وانا متاكد وعلى يقين وامنا برب العالمين ان شاء الله 1-0 للعراق. الله يعني اسود الرافدين رفعوا راسنا ورفعوا بلدنا، وربي يحفظهم ويخليهم، وان شاء الله شباب ورود والمستقبل قدامهم. والشباب ادوا اللي عليهم كفوا. كانت نتائج ممتازه بطوله اسيا، افضل نتائج بطوله الخليج كتغيير مدرب. وراضي شنيشن كان يعني فتره زمنيه قصيره لزم بها المنتخب خلال 20 يوم قدر يوصل هذه المرحله. وشون نقول ان شاء الله احنا نفوز ناخذ المركز الثالث كتصنيف يفيدنا قاره اسيا والتصنيف العالمي. والله ان شاء الله اتمنى كل الخير والموفقيه مع في لقاء مع المنتخب الاماراتي، وان شاء الله الفوز ان شاء الله يا رب 1-0 او 2-0 نتوقعها، وراح يكون اداء ان شاء الله جميل. يعني رغم ما مر به امام المنتخب الكوري، لكن انا هاردك المنتخب العراقي وحظ اوفر ان شاء الله. الشباب كفوا ما ادوا عليهم يعني جيد جدا يعني كل شيء. بس هي مثل ما نقول يعني هو مباراه، وهي مثلا حظوا سالفه يعني تهيئ اللعبه كانت ما عندهم وقت، ايضا غياب لاعبين مثل ياسر القاسم ايضا غاب عن خط المنتصف ويأثر على اللاعبين، اضافه الاجواء هذه ايضا اثرت. لكن نتمنى كل خير ان شاء الله في مباراه مع المنتخب الاماراتي. والمركز الثالث لا باس به جيد المنتخب الاسود، المهم ادوا كفوا عليهم وهذا هو. زين ايش تتوقع نتيجه المباراه؟ ان شاء الله 1-0 2-0 او 2-1. زين كلمه توجهها للاسود؟ والله اقول لهم مشكورين ابطال، كفيتوا وفيتوا ورفعت راس العراق ان شاء الله، رغم ما جبتوا كاس كافي قدمتوا كاس كل جيد، وان شاء الله كل خير ونعم التوفيق. نشكر منتخبنا الوطني لان قدم اداء كبير في بطوله اسيا، لان تدري احنا بظروفنا هسه بلد العراق يعني قاعد يمر بحاله كل صعبه، وهم جابوا الفرحه انه، فنرجو باللعبه ضد الامارات ان شاء الله يوفقهم وياخذون المركز الثالث ان شاء الله، واحنا متامنين بهم وقدموا مستوى كلش عالي. والله اتوقع النتيجه ان شاء الله للمنتخب العراقي 2-1، لان تدري المنتخب الاماراتي يعني الدوري مالته مو مثل الدوري مالتنا، يعني اقوى من الدوري، فتدري ان شاء الله يعني نحقق الفوز. والله اوجه تحيه لكادر المنتخب من مدربين ولاعبين، ما حققوه لحد الان نعتبره انجاز رغم قله الاعداد، الفتره كانت قليله، الاعداد يعني لم يكن بمستوى الطموح، بس المستوى اللي قدموه كان جيد بالنسبه للشارع العراقي وراضين على الاداء. نتمنى نفرح يعني بمباراه باكر بالمركز الثالث،
نتمنى بعد انتهاء البطولة يبدي التخطيط للمرحلة الجديدة. ما اريد مدرب طوارئ مثل ما صار ويا الكابتن غاضي شنيشل، اريد تخطيط الى مدى بعيد، لان احنا عندنا امكانيات، عندنا مواهب، عندنا يعني كل شيء، عندنا ما ناقصنا شيء، بس ينقصنا التخطيط. واتمنى التوفيق للاعبين والمدربين، وادعو الجماهير العراقية الى مساندة الفريق. زين ايش تتوقع نتيجة المباراة؟ والله الفريق الاماراتي مو بالفريق السهل، اخر مباريات هم اظهروا تفوق علينا. اتمنى الفوز انه، بس اتوقعها بالجزاءات. والله اتقدم بالشكر لهم، هم هسه هم فرحتنا الوحيده، هم القادرين، يعني الاشخاص الوحيدين اللي قادرين على اسعاد الشعب العراقي وتقديم فرحه للشعب العراقي. كتقييم كاداء الفريق العراقي جيد جدا. المربع الذهبي كان بالنسبه للفريق العراقي اللي اعداده فقير يعتبر، مو بذاك الاعداد، فريق جيد يطمن، وان شاء الله المركز الثالث يكون من نصيب الفريق العراقي. لكن هناك بعض اجراءات تعديلات طفيفه لتصيب ان شاء الله المنتخب العراقي، وان شاء الله يقدم مستوى يليق بالكره العراقيه ويرفع اسم العراق عالي بالمحافل الدوليه يا رب ان شاء الله. وان شاء الله المركز الثالث من نصيب العراق. احنا فريق الجبال يا هو اللي يهز الجبال، وابوجي له 10 جيال نبقى سيادة آسيا، بلدنا بعده مجروح بالفوز تشفى الجروح، اللي الوطن نفديها الروح من طلع عيون الغالية، ذكرونا يذكرونا يا يونس قولك، يذكرونا يا يونس قولك، يذكرونا يا يونس قولك. بالساحة بس احنا نلعب، عدنا الصعب لا ما يصعب، نتعب ولا ما نتعب، ما نتعب يومية شهر، لا 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 ما نتعب يومية شهر، يومية شهر. لاعبنا طلقة بهجماته، الطوبة شقها بكلاته، كلها تسولف بضربات، ضربات الجول يشيله، ضربات الجول يشيله، ضربات الجول يشيله، ضربات الجول يشيله. هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردونا نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردونا نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردونا نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردونا نلعب. السود الرافدين اليوم بالملعب بيتعبون والله الغيرة ما تتعب. طبعا نشكر المنتخب الوطني على المستوى اللي قدمه وعلى التغيير اللي صار. طبعا احنا ما كنا متوقعين انه يظهر منتخبنا بهذا الاداء بعد الفشل اللي صار ببطولة الخليج. الانتقال اللي صارت بسبب الكادر التدريبي الجيد طبعا، واحنا نحب نشكره ونثني على مجهوده الطيب بالنسبه للفتره اللي استلم بيها. تعرف لان التدريب يحتاج المده اكثر، وعلى العموم المستوى كان جيد والقفزه بالاداء ما كانت متوقعه. لذلك احنا نشكر كابتن راضي ونشكر كل الكادر التدريبي اللي كان موجود. اعتقد ان منتخبنا قدم اداء ومستوى جيد يليق بسمعه الكره العراقيه، رغم انه كان فتره الاعداد للمنتخب قصيره جدا والكادر التدريبي استلمها فتره قصيره، لكن الحمد لله والشكر قدر يوصل ومستوى جيد يليق بالكره العراقيه. اعتقد مباراتنا مع الامارات، الفريق الاماراتي فريق تعبان على نفسه، عناصره تقريبا متجانسه اكثر من المنتخب العراقي، لان المنتخب العراقي انضافت عليه عناصر جديده. اعتقد كتجانس المنتخب الاماراتي افضل من العراقي، لكن المنتخب العراقي مع المنتخبات الخليجيه يقدم وان شاء الله نفوز ونحصل على المركز الثالث. نتيجه قريبه 2-1 1-0 3-2، يعني ما اعتقد راح ناخذ نتيجه كبيره. كلمه توجهها للاسود؟ والله احب اقولهم يعني صراحه تعجز الكلمات عن شلون اوصفهم من الفرحه. قدروا يوصلون رغم انه المباراه الاخيره ما حالفنا الحظ، يمكن اخطاء قليله سببت، لكن اوجه لهم الشكر
نقول لهم ان شاء الله من فرحه الى فرحه ومن انجاز الى انجاز ومشكورين ما قصرتوا. يعني احنا توقعاتنا كلش كانت كبيره باللعبات السابقه، بس ما حالفنا الحظ يعني لعبتنا ويا كوريا الجنوبيه، بس ان شاء الله يعني ناخذ